السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. غنبارطاجي معكم اليوم هاد الطبق ديال الدنجال في الفرن. كيجي لذيذ بزاف وكيعجب الكبار والصغار والعشاق الدنجال. انا اكيده غادي يعجبكم بزاف هاد الطبق هذا. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم والاشتراك معايا في القناه لاول مره كيزور القناه. بسم الله على بركه الله. فغادي نحتاجو الدنجال. انا عندي 3 ديال الحبات ديال الدنجال. الحجم ديالهم يكون هكا متوسط، ما يكونوش كبارين بزاف. من بعد ما كنغسلوهم مزيان كنحيدوا لهم هاد النباته ديالهم، ثم غادي نقطعوهم للنصف بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاجو الكسكاس اللي غادي نفوروهم. من بعد ما كنقطعوهم نرشوا عليهم هكا شويه ديال الملحه باش يتنسم لينا الدنجال ما كيجيش باسل. صافي وغادي نخليهم يتفوروا وغادي ندوزو للخضر ديالنا. فانا عندي الفلافل، غادي نحتاج الفلفله الحمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء، وعندي حبه ديال البصله وحبه ديال البطاطا كنحكوها او كنبشروها بهذا الشكل هذا. صافي نقول لكم نتوما تكتفيو غير بنوع واحد ديال الفلفله، غير بالحمراء كتعطي مذاق زوين بزاف. يعني انا متوفره عندي هاد الفلفله، داكشي علاش ضفتها. صافي وغادي ندير هكا نص معلقه ديال الملحه وزيت البلديه. الا كانت متوفره عندنا فهي كتعطينا مذاق زوين بزاف لهذا الطبق هذا. ما كانش متوفره نكتفيو غير بزيت المائده. صافي وغادي نوضعهم فوق عافيه اللي كتكون متوسطه ونخليو هكا تنزل لينا شويه الخضر. وغادي نضيف نص معلقه ديال ابزار او راس معلقه الابزار. وغادي نحتاجو الثومه بودره، فغادي نحتاج نص معلقه هكا تكون شويه زايده. الا ما توفرناش على الثومه بودره يمكن لينا نضيفو هكا غير جوج دراس ديال الثومه اللي نكونوا هكا حكيناهم ونضيفوهم الفلافل ديالنا او الخضر ديالنا. صافي فمن بعد ما كتنزل لينا هكا شويه الفلفله ومع ديك البصيله فكنضيفوا ديك الحبه ديال البطاطا. ثم غادي نضيف الكمون، عندي نص معلقه صغيره. فانا عندي هذا الكمون بلدي مجهد، داكشي علاش ما نكثروش منه فهو كيمرر لينا الحاجه. صافي وغادي نحتاجوا القزبر يابس، فندير هكا معلقه صغيره تكون ما عمراش. وغادي نحتاجوا الفلفل الاحمر او بابريكا، فغادي نديروا معلقه صغيره تكون هكا عامره. ونحتاجوا القزبر ومعدنوس جوج معالق كبار يكونوا هكا عامرين ديال القزبر ومعدنوس مقطع. انا كان عندي هنا في المجمد، فانتم الا كان عندكم طري يكون حسن كيعطينا مذاق زوين. صافي غادي نبقاو ساعه ساعه نحركوا الخضيره ديالنا حتى كطيب وتشحر لينا مزيان، كتنشف من الماء، ما كيبقاش فيها حتى نقطه ديال الماء. وكنضيفوا هكا يا الهريسه او السودانيه، دائما الحار كيبقى على حسب الذوق ديالكم. فانا ضفت معلقه ديال الهريسه كتعطي مذاق زوين بزاف لهاد الخضر، كتنسمهم كيجي مذاقهم زوين. في هذه المرحله الدنجال راه تفور، فغادي نحيدوا له هكا ديك اللب ديالو غير بالملعقه. كيتحيد بسرعه يعني ما كياخذش وقت، دغيا دغيا كيتحيد حيت الدنجال راه طايب. ونحاولوا ما نحيدوش اللب كامل، نخليوه هكا واحد الكميه باش ما تبانش لينا القشره ديال الدنجال. كما كتلاحظوا معايا لان كيتحيد بسرعه بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نحتفظوا به. من طبيعه الحال هذا اللب هذا ما غاديش يتلاح، فغادي نقطعوه هكا غير بالملعقه، نحاولوا نقطعوه دا كيتقطع بسرعه كما كتشوفوا معايا. وغادي نضيفوه على الخضر ديالنا. صافي وغادي نخليوهم هكا يزيدوا يتشحروا واحد شويه. فمن بعد ما كطيب لينا بطاطا نحسوا بها هكا طابت، صافي كنضيفوا الدنجال ديالنا. وغادي نضيفوا حبه ديال المطيشه محكوكه في حكاكه تكون رقيقه، كنحيدوا لها هكا الزريعه وكنحكوها. ويمكن لينا نعوضوها هكا بواحد معلقه صغيره تكون عامره ديال المطيشه ديال الحك او طماطم مصبره. صافي نبقاو ساعه ساعه كنحركو حتى كتشحر لينا الخضر مزيان، ما كتبقاش فيها حتى نقيطه ديال الماء. ثم غادي نضيف شويه ديال الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس. انا ضفت كميه في الاول وغادي نزيد شويه كينسم لينا. كما ذكرت معكم الا كان طري كيكون حسن، انا كان عندي في المجمد. وغادي نضيفوا شويه ديال الملحه، فانا جاتني الملحه شويه ناقصه، داكشي علاش ضفت شويه ديال الملحه. صافي وغادي نشحروا الخضر ديالنا مزيان مزيان حتى كينشفوا من الماء، ما كتبقاش فيهم حتى نقيطه ديال الماء. وكيوقفوا لينا هكا الخضر في ديك الزويته ديالهم كما كتشوفوا. ثم غادي نضيف الخليط شويه ديال الجبن محكوك. انا عندي شويه ديال الجبن احمر مع الموتزاريلا، يمكن لكم تعوضوه هكا قطع ديال الفرماج مثلث، واحد 4 ديال القطع او 5 حتى هما كيعطيونا مذاق زوين. ثم غادي نحتاجوا هكا الصوص اللي غادي نديروها في اللاطه هكا اللي ندخلوها الفرن. فانا حكيت هنايا تقريبا واحد 2 حبات ديال مطيشه.
حيدت لهم الزريعه ديالهم، حكيتهم ودرت لهم شويه ديال الملحه وراس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال الكمون، وهكا شويه ديال الثومه بودره، ولا هكا نحكو واحد الريس ديال الثومه صافي. وغادي نضيفوا المطيشه او الصوص ديالنا شي 3 المعالق هكا ديال زيت نباتيه او زيت الزيتون، وغادي نشحروها مزيان حتى كترجع لينا صوص بهذا الشكل هذا. فبالنسبه لاصوص كانت عندي موجدها قبل في الثلاجه، داكشي علاش ما شاركتهاش معاكم. صافي كنوضعوها هكا في لاطه اللي ندخلوها الفرن، وكتكون هي طايبه يعني طيبناها قبل. صافي غادي نعمرو هكا ديك الحبات ديال الدنجال او القوارب ديال الدنجال بهذا الشكل هذا صافي، ونقادوهم في ليمول بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نجيبوا الخضره ديالنا متساويه في جميع الحبات ديال الدنجال. صافي فمن بعد ما كنشفوا الدنجال في اللاطه كناخذوا هكا شويه ديال الجبن المحكوك، انا عندي هنايا الجبن الاحمر مع شويه ديال الموتزاريلا، وكنديروا هكا من الفوق ديال الحبات ديال الدنجال، كيعطينا مذاق زوين بزاف وكيشجع هكا الوليدات باش كياكلوا لينا هكا الدنجال مع الخضار. صافي وغادي نحتاجوا هكا شويه ديال الزيت البلديه اللي غادي هكا نديرو غير خطيطات هكا من فوق الدنجال، وكاضافه الا بغيتو تضيفوا هكا واحد شويه ديال الزعتر تحكوا هكا بين يديكم وترشوا هكا من فوق الدنجال. فانا وليداتي ما كيفضلوش داكشي علاش غادي نكتفي غير بالزيت البلديه. غناخذوا هكا غير خطيطات نرشوهم هكا من فوق الحبات ديال الدنجال. صافي وغادي ندخلوا لاطه ديالنا الفرن اللي كيكون ديجا سخون من قبل، غياخد هكا غير واحد 10 ديال الدقائق كيكون الطبق ديالنا واجد. ما كياخدش وقت لان الخضر طايبه، الدنجال يعني طايب، الصوص كلشي واجد، يعني غير كيذوب لينا الجبن صافي. ونرفقوا الطبق ديالنا هكا بسلطه بصحه والراحه، كيجي رائع بزاف. انا اكيد الا جربتوه بطريقتي غيعجبكم ويعجب وليداتكم. وخليتكم على خير وبخير حتى وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد. كيما كتلاحظوا كيجي بنين بزاف. فانتم هكا للتزيين فترشوا هكا بشويه ديال الزعتر او المعدنوس،